الله الله في العشر، الله الله في العشر من ذي الحجة. والله والله لنزاحمن أصحاب النبي على باب الجنة. كفاك يا أمة الإسلام، كفاكم غفلة، والله سوف تموت وترحل. يا من تريد الجنة أقبل، يا من تريد السعادة أقبل، يا من تريد النجاة أقبل. في هذه الأيام عليكم بالصيام، عليكم بالقيام، عليكم بالتهجد، عليكم بتلاوة القرآن، عليكم بذكر الرحمن جل في علاه. قوموا وصوموا وتصدقوا وتهجدوا في هذه الأيام، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والله والله لنزاحمن أصحاب النبي على باب الجنة، والله لنزاحمن أصحاب النبي على باب الجنة لكي يعلموا أنهم تركوا من بعدهم رجالا. والله لنزاحمنهم على باب الجنة لكي يعلموا أنهم تركوا من بعدهم رجالا وعبادا وزهادا وقواما وصواما. قوموا في هذه الأيام، الله الله في العشر من ذي الحجة. كفاك يا أمة الإسلام، كفاكم غفلة، كفاكم غفلة. يا من أضعت رمضان، يا من أضعت شوال، يا من أضعت شعبان، هذه العشر، هذه العشر بين يديك، هذه العشر. إلى متى؟ إلى متى نضيع مواسم الطاعات؟ إلى متى ونحن مشغولون بالدنيا اللعينة التي لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله سوف تموت، والله سوف تموت وترحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن حبان، قال والله، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، يقسم محمد بن عبد الله خيرة خلق الله، يقسم، ولا يقسم النبي إلا لأمر عظيم كما قال ابن تيمية رحمه الله. قال والله، اسمعوا أيها الناس، أيها المسلمون، أيها العرب والعجم، أيتها البشرية، رسول الله يقسم، قال والله لتموتن كما تنامون، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. يا الله، قدموا في هذه العشر لتلك اللحظات، قدموا للقبر وظلمته، قدموا للقبر ووحشته، فالقبر بيتك والتراب فراشك والدود أنيسك والظلمة نورك. قدم لتلك اللحظات، قدم لسكرات الموت لكي تكون من أصحاب اليمين، لكي يقال لك عند سكرات الموت يا أيتها النفس المطمئنة، اللهم اجعلنا منهم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قدموا لتلك اللحظات. الله الله في العشر، الله الله في العشر. اسمعني، ولا تقتصر العبادة في هذه العشر على عبادة معينة. عليكم بالصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الصيام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. صوموا، عليكم بقيام الليل في هذه العشر. وقد مدح الله أهل الجنة، قال جل في علاه إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ماذا كانوا يفعلون يا رب؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ليس على الجوال لا يهجع، وإنما ساجد وراكعا وساجدا لربه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ قال لأنهم خلوا بالرحمن
فألبسهم من نوره.